من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله خير. بارك الله عليك. الله يبارك فيكم. جعلكم سعيدا وسعيدا ان شاء الله. جزاكم الله خير. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حياكم الله وبياكم وشرفتم هذا الحفل البهيج، حفل زواج أخينا حبيبنا الدكتور محمود. فحفظه الله وأتم عليه هذا الزواج وجعل بيته من البيوت الصالحة ورزقه الذرية الصالحة التي تنفع الإسلام والمسلمين إن شاء الله. هذه البهجة والسرور نحن الآن كما تعلمون جميعا في أحلك الأيام السوداء على ما يحصل لإخواننا من قتل وتهجير ودم وهدم. هذا الأمر لا يخفى على أحد، ولكن نحن المسلمون يصبرنا قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكل من قتل ويقتل هو في الحقيقة يقابل أجمل أيامه، وهذا كما ورد في الأثر وكما تعلمنا من السلف الصالح أن خير أيام العبد المؤمن هو يوم لقاء الله عز وجل. وقد شبهه بعض السلف بأن هذا اليوم لا يعادله يوم من أيام الدنيا إلا يوم الزواج. فهذا ربط عجيب.
هذا ربط عجيب. كيف الآن سعادة أخينا محمود ما شاء الله بعدما تعب وشقي وخطر وراح وطلع ونزل وجمع واستأجر واشترى الأغراض وكذا، فهذا اليوم هو اليوم الجائزة له. كذلك يوم المؤمن، فما بالك بالشهيد، فما بالك بالمظلوم، فما بالك بالذي قتل، فما بالك بالذي هدم. فهذا هو الذي يعزينا حقيقة، أن ما يحصل لإخواننا. وهنا يكون أيضا يعني كي لا يقول قائل كيف تفرحون وترقصون وكذا وكذا. لا لا لا، هذا الجمع بين النقيضين في الظاهر، ولكن هو في الحقيقة ليس الأمران ليس نقيضان أبدا، فكلاهما فرح. فالمؤمن يفرح بلقاء ربه، والعريس يفرح بيوم عرسه إن شاء الله. وهذا ظننا بالله عز وجل أن إخواننا الذين قتلوا وما زالوا وإلى الآن، والآن نحن في فرح وسرور، وهم الآن الأرواح تصعد بالعشرات بالمئات الله أعلم، ولكن عزاؤنا أنهم شهداء عند الله عز وجل أحياء يرزقون. فنسأل الله لنا ولكم دوام الفرح والسرور، وأن يملأ بيوتنا عزة وعودة إلى الله عز وجل.